السلام عليكم. الا وليداتكم ما كياكلوش لكم الخضره جربوها ليهم بهذه الطريقه، انا متاكده غادي تعجبهم. كتجي صحيه ولذيذه بزاف، وغنشارك معكم حتى الصلصه اللي كتجي رائعه. ضروري تجربوا الوصفه. غادي نحتاج هنايا البطاطا، خيزو والكورجيت. بالنسبه للبطاطا والكورجيت كنحكوهم في الحكاكه الغليظه، اما خيزو كنحكوه في الحكاكه الرقيقه. كنضيف لنا واحد البصيله صغيره، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مع 2 بيضات. غادي نحتاج في التوابل الملحه، البزار، شويه ديال التحميره. غادي نضيف هنايا ضامتي تومه، كنزيد شويه ديال الفرماج حمر محكوك اختياري، تقدروا ما تضيفوش، مع 2 معالق كبار ديال الدقيق. وكنزيد هنا خطيط ديال زيت الزيتون. كنخلطوا جميع المكونات مزيان. بالنسبه للخضره ضروري كتعصروها من داك الماء اللي كيكون فيها قبل ما تضيفوا عليها باقي المكونات. صافي هنا كندوز باش كنشكلهم كويرات بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. بالنسبه للحجم كديروا الحجم اللي بغيتو نتوما. كنستفهم في الصينيه ديال الفران اللي كنكونوا مفرشين ليها ورق الزبده، كنرشوهم بشويه ديال الزيت وكندخلوهم الفران حتى كيتحمروا. هنا كناخذ واحد الياغورت طبيعي، كنضيف عليه هنايا شويه ديال الكورنيشون مقطع، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وكنزيد زيت الزيتون والاعشاب المناسبه الخاصه بلي سالاد. انا ما تصوروش ليا. بالنسبه للاعشاب المناسبه الا ما كانش عندكم ماشي ضروري. صافي وكنقدموا الخضيره ديالنا من بعد ما خرجت من الفران. ضروري تجربوا هذه الوصفه، كتجي زوينه بزاف.